هنعمل بقى وصفة النهاردة مع بعض تجنن لعشاق القهوة والنسكافيه بقى وحاجة كده لذيذة جدا جدا جدا، ومش هتاخد معاكي 10 دقايق بالظبط وهتكوني محضراها. حاجة كده طعمة ما اقولكيش بقى، لازم تجربي الجمال ده. شايفين شكل وطعم وحاجة كده بسم الله ما شاء الله عليها تجنن. نصلي بس على النبي الأول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال؟ مننساش بس نحط لايك للفيديو ونشوف بقى الجمال ده. شايفين الطبقات يا جماعة؟ تجنن الوصفة دي بجد، لازم تجربوها. ما شاء الله عليها حاجة كده يعني فوق الوصف. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا دلوقتي ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. انا بقى لما باخد قطعة من الطبق كده والاقيه حلو ببقى عايزة اخلص الطبق كله مش عايزة اسيبه. انا معايا بقى بسكوت سادة، جبت بقى البولات بتاعتي الصغيرة دي وهرص فيها البسكوت السادة بتاعي، بسكوت شاي عادي يعني، اي نوع انت بتحبيه. ممكن على فكرة تكسري البسكوت، يعني بدل ما تحطيه صحيح بحاله كده ممكن تكسريه عادي جدا. هنجيب بقى ربع كوباية من الحليب وهنحط معلقة صغيرة من النسكافيه اللي هو قهوة سريعة الذوبان أو القهوة العادية اللي هي البن اللي أنا لسه حاطاه دلوقتي ده. يعني أنا عملتها بقهوة عادية مش نسكافيه، ممكن تعمليها نسكافيه ممكن تعمليها قهوة عادية زي ما أنا عملت كده. يعني معلقة بن صغيرة هندوبها بقى ونسقي بها البسكوت. انا مش عايزه اسقي البسكوت على اساس ان هو يبقى طري كده، ولا هو كده كده هيطرى لوحده لما نحط عليه الخليط اللي بعد كده. انما انا عايزه البسكوت يبقى يعني ليه طعم القهوه، يشرب طعم القهوه كده، يبقى طعمه لذيذ جدا يا جماعه. يعني مش هنسقيه كتير برضو. هنجيب بقى حلة او اي حاجة نحط فيها كوبايتين من الحليب. هنعمل بقى البودنج بتاعنا اللي هنحطه فوق البسكوت، وهنحط عليها المفروض 3 معالق كبار من السكر. بس انتوا عارفين بقى انا بحب الحاجة مسكرة شوية، فانا هحط 4 معالق كبار من السكر. وهنحط معلقتين كبار من النشا. تمام كده. وهنحط بقى معلقتين كاكاو خام كبار. خليه يا جماعة كاكاو خام اسباني بيبقى طعمه حلو قوي. وهنحط باكت من الفانيليا بس كده. وهنقلب بقى الخليط بتاعنا وهنحطه بقى على النار، بس بعد ما نقلبه كويس على البارد. وبس كده يتقل القوام معانا. وهنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. انا حطيت يا جماعة قطعة من الشوكولاتة الخام زي ما انتوا شايفينها كده بعد ما فصلت النار، وجبت الحلة على الرخامة زي ما انتوا شايفين. بس بقى للأسف الكاميرا كانت فصلت. انا قلبتها كده بالمضرب وباشت وخلاص كده دابت بسرعة طبعا من سخونية الحلة او من سخونية البودنج ده. انا بقى احط البودنج بتاعي او الخليط ده فوق البسكوت. طبعا الخليط تقيل شوية، وفي نفس الوقت انا مش عايزة احط كمية كبيرة غير لما اخلص الطبقة كلها، علشان انا لسه في طبقتين كمان هحطهم. يعني طبقة بسكوت تانية، وهحط كمان طبقة من بودنج تاني بقى، بس بالقهوة يجنن، يخلي طعم الطبق او البولة دي حاجة كده هتوديكي في حتة تانية خالص، طعمها يجنن بجد. هنسويها بالمعلقة بقى كده. طبعا البولات بتاعتي صغيرة فانا مش عايزة احط كمية كبيرة، علشان زي ما قلت لكم لسه في طبقتين تانيين. هنحط بقى طبقة كمان من البسكوت. ممكن على فكرة برضو زي ما قلت لكم في الاول ممكن تكسري البسكوت وتحطيه، بس مش تهريه بقى يبقى ناعم كده، لا كسريه عادي واعملي طبقات عادي زي ما انا عاملة كده. تمام كده. خلاص كده بقى رصينا طبقة البسكوت. وهنعمل بقى الطبقة الأخيرة. معايا كوبايتين من الحليب. تمام كده. هنحط عليهم المفروض 3 معالق سكر كبار. أنا حطيت 4 معالق سكر كبار علشان أنا بحب الحاجة مسكرة شوية. حطيت معلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة من القهوة. قهوة طبعا سريعة الذوبان اللي هو نسكافيه ماشي، قهوة اللي هي بن اللي بنعمله قهوة ده ماشي. وحطيت باكت من الفانيليا، انا حاطه قهوة عادية خالص. هنحطه بقى على البوتاجاز بعد ما نقلبه على البارد لحد ما يوصل للقوام ده. وهنصبه بقى فوق البسكوت بتاعنا.
الوصفة دي يا جماعة حلوة جدًا، 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 وسهلة وسريعة، يعني أنا كنت عايزة أعمل حاجة مسكّرة، حاجة حلوة للولاد، يعني متعودين على طول عايزين حاجة حلوة، وكنت مكسلة بصراحة أشغّل فرن وكلام من ده، فقُمت بقى عملت الوصفة دي وعجبتهم جدًا. طبعًا أنتِ لمّا تيجي تفنّشيها في الآخر بأي يعني مكسرات أو شوكولاتة أو حاجة، لازم البولات دي تبقى باردة، يعني لازم تبرد الأول وبعد كده تزينيها بأي حاجة أنتِ حابة تحطيها عليها. شايفين يا جماعة الجمال؟ أنا كده بقى إيه، خلّصتها. تخلّصيها بقى تحطها في التلاجة كده، يعني حاجة جميلة جدًا والله العظيم بجد طعمها حلو جدًا. ده بقى اللي بيحبوا القهوة والنسكافيه والحاجات دي هيفرحوا بها أوي، وهتعجبهم الوصفة دي أوي. ما تنسوش بقى يا جماعة إن تصلّوا على سيدنا محمد وتعملوا لايك للفيديو، يعني اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو، يعني الواحد بيتعب كتير أوي والله العظيم في تصوير الفيديوهات دي ومونتاج وكلام من ده، بس ما فيش أي تفاعل خالص للأسف. بس عايزة تشجيعة حلوة منكم كده ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة معايا يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الطبقات بتاعتي تجنن تجنن، طعمها جميل جدا. انا بقى مسكت البولة دي ولازم اخلصها من كتر طعمتها وحلاوتها. شايفين جميلة جدًا يا جماعة وشيك جدًا وحاجة لذيذة وسريعة وسهلة، وفي نفس الوقت مش مكلفة أوي على فكرة، يعني أمّا تعملي حاجة حلوة للولاد دي في البيت يعني ما شاء الله عليها حلوة جدًا، جربوها وبألف هنا وشفا.